اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في الحياه اليوم. زي ما قلنا لحضراتكم في بدايه الحلقه، اولا يعني من الواضح طبعا ان احنا طالعين النهارده مستمرين فتره اطول مما تعودنا، ولكن لانه ايضا هو يوم اخر او يوم تاني من الايام الاستثنائيه اللي بنتابعها معاكم، مع تحول المرشح الرئاسي الى رئيس منتخب، ومن الرئيس المنتخب الى رئيس. اتكلمنا على المستوى السياسي، اتكلمنا على المستوى الداخلي والخارجي فيما ذكر النهارده من الرئيس محمد مرسي، ولكن حابين نتكلم في الفتره دي او في الفقره دي عن الملف الاقتصادي، لانه في نهايه الامر كل واحد فينا هيرجع بيته وينام بالليل وهو عينه على الحاله الاقتصاديه للناس. كل ما اثير من انتقادات على 25 يناير، من يوم 25 يناير وحتى هذه اللحظه، اهم حاجه انه بعد ثوره انه يحس البني ادم العادي انه في تغيير حقيقي في حياته. كان طريدا وكان حبيسا، واليوم هو أحد الأسماء اللي موجودة. تعلمت فضيلة الصبر وتعلم فضيلة الصبر في انتظارنا وقد أطلنا عليه. معانا النهاردة الأستاذ حسن مالك، من الممكن أن نقدمه بأسماء وصفات كثيرة، لكن هنتكلم معاه النهاردة وهو مشرفنا في الحياة اليوم عشان نتكلم على ملف اقتصادي. من المفترض أن احنا عشنا سيناريوهات أيضا تخويف على مدى الشهور اللي فاتت كتيرة جدا. احنا في حالة ما بعد الانهيار. الاقتصاد المصري هل من الممكن انه يقوم او ولا ما يقومش؟ انهيارات وحديث كان فيه كثير من الكوابيس وكثير من الأحلام غير الواقعية. نحاول نفهم الطريق الحقيقي ما بين السيناريوهين. برحب بحضرتك معانا يا فندم في حالي. اهلا بحضرتك. بتتضايق عندما تذكر كلمة كان طريدا او حبيسا دي؟ لا، ما بتضايقش. واقع كان موجود. بعد العودة، وخليني أتكلم معاك بشكل صريح ومباشر، بعد العودة يتساءل ناس كتير قوي إنه القادم محسوب على الحرية والعدالة أو محسوب على الإخوان المسلمين، واليوم هو هيبقى في دايرة سلطة واتخاذ قرار. ده هيبقى نموذج مشابه لما كان عندنا قبل كده. رجل الأعمال أو صاحب المشروع الاقتصادي اللي هيتحول إلى رجل له علاقة باتخاذ القرار السياسي، وده تزاوج المال بالسلطة وسيناريو الحزب الوطني السابق. بحطها بشكل مباشر عشان أبدأ مع حضرتك الحوار. طيب يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا برحب بيك وبهني الشعب المصري كله على بداية عصر جديد وعهد جديد ودولة جديدة. المفترض أن المفاهيم القديمة كلها هتتغير فيها. أولا أنا عايز أغير صورة ذهنية ممكن يكون الإعلام حطها، إن بالضرورة لازم فلان يبقى في السلطة أو مش في السلطة، أو فلان هيبقى هو اللي صاحب القرار أو السلطة مع المال أو الأمور دي. هو الإعلام ولا الواقع السياسي؟ عشان دايما يعني كل الأطراف السياسية بتظلمنا في الحقيقة. يعني ممكن تقول الواقع السياسي. اتفضل كده. إلا إن أنا عايز أقول إن المفاهيم دي أصلا لازم تتغير. المفترض إن اللي هيتولى منصب في السلطة في الفترة اللي جاية مش هيبقى ميزة أو هيبقى مغنم. المفترض إن هتبقى مسؤولية أكتر منها يعني تشريف. الأطر الجديدة لازم تتحط في المرحلة القادمة مختلفة تماما عن الفترة اللي فاتت. كان اللي بيتولى سلطة أو اللي ماسك مسؤولية كان في ايديه إن هو يعمل أي حاجة، ياخد أي قرار. الأصل في المرحلة القادمة إن تصاغ العلاقة دي بشكل مختلف. الأصل في المرحلة القادمة إن يوضع قوانين وتوضع تشريعات تحاسب اللي في السلطة دي. المفترض الحكومة في الفترة اللي جاية عليها مسؤولية، تتحط ليها مستهدفات وتتحاسب على المستهدفات دي. الأصل إن إحنا بنطالب قبل غيرنا إن يتحط مشروع قانون أو يتحط قانون فعلا لتعارض المصالح. إزاي إن اللي في السلطة دون ما يبقاش من حقه إن هو يستفيد من موقعه دون. بعد كده اللي هيخش على السلطة دي أو هيبقى راغب فيها هيراجع نفسه بدل مرات كتيرة. النقطة الثانية، أنا برضو بحب يعني إن أنا أقول إن أنا يعني مش في ترتيبي ولا من المرشحين زي ما يعني بيشاع لذلك يعني. فأنا بقول إن يعني ردي عليك إن المسألة دي مسألة بعيدة ومسألة فيها مسؤولية،
ومسألة فيها يعني حساب قبل ما فيها أي حاجة تانية. ليه أهم الانتقادات اللي بتوجه للبرنامج الاقتصادي عموما للحرية والعدالة أو بتوجه للرئيس محمد مرسي إنه المشروع الاقتصادي هو مشروع الحزب الوطني، وإنه في نهاية الأمر ده مشروع رأسمالي بس بتتغير الأسماء؟ الحقيقة أنا مختلف تماما بقى مع ذلك. الاختلاف كبير جدا واختلاف جذري. في إيه يا فندم؟ إذا حبينا نقول إيه السابق، نقول السابق ما كانش فيه مشروع اقتصادي، ما كانش فيه تنمية اقتصادية، كان فيه أقلية الاقتصاد كلها بيلف حواليها، ممكن يكون فيه نمو إنما لم يكن يشعر به الشعب المصري على الإطلاق. ما كانش فيه تنمية، ما كانش فيه فعلا مشروع اقتصادي الشعب حاسس بيه. كان يدور الملف الاقتصادي ما بين سلطة وثروة وإقصاء لكافة وتهميش لكافة أفراد الشعب. ده الوضع اللي كان موجود، وده اللي تسبب بشكل مباشر في ثورة يعني بدأت كلامها بعيش وكرامة وحرية وعدالة اجتماعية. ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن إن كان مشروع اقتصادي فاشل تماما. ما كانش المسؤول فيه عن هذا الملف يستشعر ان هو بيتعامل مع اكثر من 85 مليون فرد وانسان عايش في البلد لم يشعروا بالمره بتنميه اقتصاديه حقيقيه. بس ده هيترجم باي شكل؟ هيترجم على قيود اكتر. يعني دايما كان بيتردد فكره انه راس المال جبان، راس المال بيحب الحمايه، رأس المال لازم ياخد إعفاءات عشان يستثمر، بينما الدول اللي بتطبق الرأسمالية في العالم كلها بتحط قيود أمام رأس المال وبتحط رقابة حقيقية. فإزاي ده هتقدروا تطبقوه؟ رأس المال ممكن يكون في العرف الاقتصادي جبان، ممكن يكون محتاج حوافز ومن حقه إن هو ياخد حوافز، بس إذا كانت الحوافز دي بتفيد بشكل مباشر الاقتصاد. أنا بقول الصورة الثانية اللي موجودة في هذا المجال تنمية اقتصادية حقيقية بتعني بالبشر كله، بتعني بالشعب كله، بتعني بالفرد، بتضيف ليه. ما فيش مانع ان انا اشجع المستثمر واشجع رجل الاعمال على ان هو يعمل مشروع ويبقى مشروع كبير، بس يكون ليه طرف اخر، ليه جوانب اخرى تنمويه، ليه جوانب اجتماعيه، بينظر للمجتمع زي ما بينظر لنفسه. احنا بنقول ان خطتنا او تفكيرنا في الاقتصاد بتنمية حقيقية تعني بالعدالة الاجتماعية، تنمية اقتصادية حقيقية. يعني ايه؟ يعني يا ريت لو حضرتك توضح لي. هوضح. أي مشروع أو أي تفكير في أي حتة في الاقتصاد بيقوم على بحث التنمية في البلد دي. احنا بنقول إن مثلا الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها من ان هي بتستوعب عدد ضخم جدا جدا من العماله ومن البطاله الموجوده، واللي بتمثل في كل انحاء العالم بما فيها مصر اكثر من 80%. لم يعتني النظام السابق بهذا القطاع الكبير، وكانوا بيسموه قطاع غير رسمي وبدون اي نوع من انواع العنايه، وهو قطاع يستحق عنايه، يستحق تاهيل، يستحق تشريع، يستحق ان هو يوضع في منظومة الاقتصاد بشكل كبير جدا. أنا لما أطالب بالمستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المصري إن هو يتوسع في الاقتصاد أو يعمل مشروع، بل لازم ينظر المشروع دون إيه أثره الاجتماعي. هل هو بيفكر في تنمية، في تكنولوجيا، في معرفة، في تعليم؟ دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. إحنا عندنا مميزات تنافسية ضخمة جدا جدا في مصر، أولها الإنسان في مصر لو اعتنينا بيه، لو حطيناه في المنظومة الاقتصادية بتاعتنا، لو نميناه بشكل عالي، لو اعتنينا بتدريبه وبتأهيله، هيفرق في التنمية الاقتصادية بشكل كبير جدا. ده مفهومنا ان احنا بننظر للمشاريع الاقتصادية، بننظر للاستثمار بالجانبين، جانب نعتني فيه بالمستثمر وجانب نعتني فيه بالشعب وبقية يعني قطاعات المجتمع. هو حضرتك من أصحاب أي رؤى من الجانبين إن إحنا في حالة
كابوس اقتصادي، ولا احنا كل الامور هتتحول ما بين ليله والتانيه يعني لافضل الاحوال؟ لا، انا استطيع ان انا اقول لك ان احنا في ظروف اقتصاديه صعبه جدا، بس ده ما يمنعنيش ان انا اقول ان احنا عندنا فرص كبيره جدا جدا لمعالجه هذا الكابوس اللي انت بتتكلم عنه. انا اقيم الفتره اللي احنا فيها تقييم يعني واقعي جدا. عارف ان احنا عندنا فجوه ضخمه جدا جدا ما بين الايرادات والمصروفات، عندنا عجز في الميزان المدفوعات، عندنا مشاكل ضخمه جدا اقتصاديه. عارف ان احنا في فتره اقتصاديه حرجه جدا جدا اثر فيها المرحله الانتقاليه اللي عدت بينا. وعارف كمان ان احنا عندنا فرص لم تكن تستغل في الماضي. لو احسننا النظر ليها، لو احسننا ادارتها، هنستطيع ان احنا نخرج من هذا يعني متفائل بمعنى اخر يعني. بيتقال انه احنا دلوقتي هنشوف مرحله هيخرج منها مؤسسات وكيانات واسماء كبيره، وبالتالي دي كانت بتوفر فرص استثمار وهتجيب استثمار وهكذا، في مواجهه كيانات بديله واسماء جديده تدخل هي اللي تقدر تشيل. وانه بدل ما انت متعود يبقى عندك شريك اقتصادي في دوله ما، ده هينسحب في مقابل انه هيجي شريك اقتصادي تاني موجود وجاهز وانه هيقدر يحل مكانه. لا اظن ان حد هيخرج من الاقتصاد المصري، لا محلي ولا اجنبي. يعني التخوفات والكلام اللي كان بيتقال في هذا المجال لا اظنه هيحدث. انا شايف ان الفرصه كبيره جدا جدا لكل واحد كان موجود. مصر محتاجه الجميع، مصر محتاجه اللي موجود، محتاجه ان هو بالعكس يحفز ويدعم، علشان احنا يعني زي ما بيقولوا في عرض كل واحد. يعني مصر محتاجه اللي موجود، يضاف اليه، هيضاف اليه. قد يوفر فرص جيده جدا جدا، توفر فرص استثماريه لعناصر جديده، لمستثمرين جدد، انما ده مش معناه ابدا ان هيخرج من السوق حد. تتصور حضرتك انه الفاتوره السياسيه مش ممكن تبقى مرتبطه بالاقتصاد؟ يعني ازمه زي اللي حصلت مثلا مع تصريحات ضحي خلفان قائد شرطه دبي، والعلاقه مع الدول العربيه القلقانه، واللي اتقال النهارده بشكل واضح، يعني كان من الواضح من كلام الرئيس مرسي النهارده انه نحن لا نصدر الثوره، وكل اللي سمع الجمله دي قال ان ده تطمين رايح لدول الخليج العربي. تتصور ان ده مش ممكن ينعكس اقتصاديا؟ هينعكس ايجابيا ولا ينعكس سلبيا بانه هناك قلق او احجام؟ لا، هينعكس ايجابيا. ازاي؟ انا طبعا متفق معاك ان السياسه مرتبطه بالاقتصاد ارتباط كلي، وانا اتصور ان اي نظام سياسي ناجح داعم ومحفز للاقتصاد. يعني واتصور ان برنامج حزب الحريه والعداله وسياده الرئيس محمد مرسي هيقفوا بشكل يعني شديد جنب الاقتصاد وجنب الاقتصاديين وجنب رجال الاعمال. التخوفات اللي كانت موجوده في الماضي او اللي كانت بتشاع حوالين تفرقه ما بين رجل اعمال او اخر، الكلام ده لن يحدث. احنا بنبحث عن تنميه اقتصاديه مستدامه حقيقيه، تتوفر فيها نسبه عاليه جدا من الشفافيه، تتوفر فيها حريه لتداول المعلومات، تتوفر فيها حوكمه للعلاقات ما بين المؤسسات المختلفه، تتوفر فيها ثقه في السوق المصري، ثقه في رجال السياسه، في الاستقرار. احنا بنبحث على ذلك لان احنا عارفين كويس ان الملف الاقتصادي هو اهم ملف في المرحله القادمه. انا عارف ان انا لما هتكلم مع حضرتك حتى على المستوى الاقتصادي او المستوى السياسي، انا عارف قد ايه اسم جمال عبد الناصر بيبقى عامل مشكله للحريه والعداله. بس بيتهيألي انه حتى اعداء جمال عبد الناصر هيتفقوا انه الفقراء كانوا بيحبوا جمال عبد الناصر، وانه قدر يقدم للفقير حاجه في البلد دي. تتصور حضرتك ان انتوا تقدروا تقدموا شيء مقابل او شيء مماثل؟ شيء افضل. وازاي؟ اتصور ان احنا نستطيع ان احنا، وهقول لك ازاي. اتفضل. انا اتصور ان التخلف او التراجع الاقتصادي اللي كان موجود سببه الرئيسي هو غياب الديمقراطيه. الديمقراطيه بتؤدي الى تهميش الشعوب، بتؤدي الى التخلف، الى الفساد، الاستبداد، بتؤدي الى تخلف اقتصادي حقيقي. الحل الامثل والواعد لتنميه اقتصاديه حقيقيه هي ديمقراطيه مستقره. اكبر القلاع الصناعيه في مصر اتعملت في الستينات. لا، اكبر قاعده لا، انا مختلف معاك تماما. اتعملت في الستينات. انا مختلف معاك، هي اتعملت بس اتبنت على خطأ
عشان كده هدمت بسرعه. انا يعني اقر ان كان في مشاريع وقطاع عام ناجح وواعد في بداياته، بس اي بناء يبنى على ظلم لا يمكن يستمر. اي بناء يبنى على اساس غير قوي لا يمكن يستمر. ودليل على كده ان هو لو بني على بناء صحيح كانت مصر دلوقتي تختلف. مصر الان للاسف الشديد احنا عارفين ترتيبها في الدول الاقتصاديه، ترتيبها الاقتصادي، ترتيبها التنموي، عارفين التخلف اللي موجود فيها. لازم نكون صرحاء مع نفسنا. ايه ترجمه مشروع النهضه اقتصاديا بقى 1 2 3 اللي هيتنفذ؟ مش حديث خليني اكمل كلامي. فضل. عشان ايه؟ انا يعني اصل انا عايز اربط بس كلام حضرتك بنماذج عمليه. معلش خليني اكمل كلامي. انا بتكلم من وجهه نظر رجل اعمال. ايوه. بيقيم فتره سابقه وبيتمنى وتمنى طول عمره ان هو يكون جزء بسيط في ترس ينهض بالبلد دي. انا شفت ازاي بعناية ان القهر اللي كان موجود، شفت غياب كرامة الشعب المصري والفرد المصري قد ايه اثر تأثير مباشر في تخلف مصر. وارى ان احنا يعني ما كسبناه من الثورة المباركة اللي تمت في 25 يناير، المكسب الحقيقي هو الحرية، هو الداعم الرئيسي للتنمية الاقتصادية. ممكن توضع نظريات اقتصادية رائعة، ممكن يتحط عدة برامج للنهضة أو لغير النهضة، إنما بدون إنسان كامل مكتمل الكرامة والحرية، مكتمل جوانبه، لا يمكن هننجح في أي تنمية اقتصادية حتى لو اتحطت مشاريع ضخمة جدا. عشان كده إذن إحنا لازم نحافظ على هذه أنا شايف أول جزء عندنا في مشروع النهضة هو الإنسان المصري. الإنسان المصري هو الركيزة الرئيسية والحقيقية لتنمية اقتصادية تدوم. أيوة. بعد كده إزاي؟ هقول إزاي. يعني أنا هتكلم على الشق الاقتصادي فيه بس. يعني مشروع النهضة ده مشروع كبير، قد يزورك أو يجي في برنامج. لا مفهوم. أنا بتكلم عن الملف الاقتصادي. أنا هتكلم على الملف الاقتصادي أنا بقول إن الملف الاقتصادي أولا بيقوم على الإنسان وتأهيل هذا الإنسان وتدريبه وتمكينه من هو يقوم بدوره في التنمية. وبقول إن الاقتصاد في الفترة السابقة كان اقتصاد إقصائي، عوامل الإنتاج ما كانتش متوفرة للجميع، عوامل أو موارد الدولة ما كانتش متوفرة للجميع. أنا بقول إن الخطوات الأولانية في برنامجنا الاقتصادي هو تمكين كل المجتمع من أدوات الإنتاج، تمكينه من القرار الاقتصادي، المشاركة في القرار الاقتصادي، والاستفادة من نتائج هذه العوائد. بشوف إن إحنا الاهتمام بهذا الإنسان وتعليمه وتأهيله وتدريبه ده رقم واحد عندنا. الحاجة الثانية استغلال موارد الدولة، أحسن استغلال ممكن بإعادة هيكلة هذه الموارد. إحنا عندنا موارد ضخمة جدا، عندنا ميزات تنافسية ضخمة، عندنا خامات، عندنا موقع جغرافي غير متكرر في العالم، عندنا أسباب كثيرة جدا جدا جدا. لو اعتنينا بإعادة هيكلة هذه المميزات ممكن فعلا يبقى لينا دور كبير جدا. أنا اعترفت لك في الأول إن إحنا عندنا مشكلة. أيوة، بس يعني عند النقطة دي أنا عايز أقف وارجع لها بشكل أكثر تفصيلا. كلمة إعادة الهيكلة بتبقى كلمة مخيفة للمواطن المصري العادي، لأن هي معناها زي ما تعود عليها في التراث السابق، معناها استغناء عنه. استغناء عن مين؟ عن المواطن المصري العادي. إذا كنت أنا بقول في البداية هو الأساس، هو الركيزة. أنا بقول إن إحنا يعني هنمزج، أو أنا قلت الميزة التنافسية الرقم واحد عندنا هو الإنسان، البني آدم. وبعد كده عندنا خامات. إحنا كنا نفرط في ثروات بلادنا دون أن نضع عليها أي قيمة مضافة، بالرغم إن إحنا لو فعلا أعدنا استغلال هذه الموارد بشكل حقيقي وأضفنا إليها قيم مضافة مختلفة ممكن تبقى بدل 1% 100%. خليني أعرف إزاي ده ممكن نحققه في مجالات بعينها بعد الفاصل إذا تفضلت. مستمرين مع حضراتكم في الحياة اليوم.
برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، ولسه بنتعامل مع ما يتعلق بالملف الاقتصادي، بما انه بالفعل بدأت اللحظات بعد انتهاء الاحتفالات والتسليم والتسلم والمراسم المختلفة. ماذا علينا أن ننتظر، خصوصا انه نحن نملك النهاردة بعد 25 يناير وبعد أن انتخبنا أن نحاسب. بدأنا عد ال100 يوم. قبل الفصل مباشرة وأنا بعيد طبعا الترحيب مرة تانية بالأستاذ حسن مالك، احنا قبل الفصل اتكلمنا في عدد من العناوين، بس أنا عايز أسأل عن نماذج. يعني على سبيل المثال مسألة الإنسان، مسألة إنه والله احنا هنهتم بمسألة التدريب والتنمية. غير التدريب والتنمية احنا محتاجين نحس باختلاف في حياتنا اليومية. ده ازاي ممكن يتم؟ هل ممكن يتم عن طريق تطبيق مثلا ظهرت احكام في الفتره الاخيره باعاده شركات كان تم خصخصتها اعادتها مره ثانيه للدوله؟ ايه الاجراءات اللي حضرتك شايف انها مفترض انها هتتم ونشوفها خلال الايام اللي جايه؟ انا شايف من الاجراءات اللي لازم تتم هي تهيئه جو جاذب للاستثمار، وضع تشريعات تساعد بشكل سريع على تهيئه الجو المناسب، سواء للعموم الشعب المشارك في التنمية. زي ما احنا قلنا الصناعات الصغيرة، الصناعات الصغيرة جزء من مشروعنا الرئيسي، محتاج تأهيل، محتاج إعداد، محتاج وضع أطر للمساعدة على تنميته، ومحتاج وضع نماذج حاضنة ومشروعات حاضنة تحتضن المشروعات الصغيرة بشكل رئيسي سواء في الإنتاج. محتاج إعلاء قيمة العمل والتصنيع في هذا المجال بالذات، ده جزء رئيسي يمس بشكل مباشر. محتاج كمان النظرة للجزء الغير رسمي في الاقتصاد اللي احنا قلنا عليه قبل كده، وهو بيمثل في هذا القطاع بالذات الصناعات الصغيرة والمشروعات الصغيرة، بيمثل قطاع كبير جدا. ده جزء مهم جدا جدا. الجزء الثاني وهو مشروعات كبيرة احنا في الفترة اللي فاتت درسناها بشكل رئيسي، وشفنا ان هي ممكن توضع على ارض الواقع بكل سهولة، تنفذ، يجذب اليها استثمارات خارجية مباشرة، توضع فيها امكانيات استثمارية من الداخل، زي ما قلنا قبل كده في مشروعنا او في برنامجنا، مثلا مشروع محور قناة السويس، واللي اتقال علينا فيه كلام. ايوه، اتقال ان انتوا برضو واخدينه من عدد من الابحاث خاصه بناس قبل كده، وده بغض النظر واخدينه او مش واخدينه، احنا بنضيف على اللي موجود. وقلنا ان قناة السويس دي قناة بيعبر فيها ربع تجارة العالم، ومصر حتى الآن لا تستفيد بها الاستفادة الكاملة. ممكن إضافة صناعات كبيرة جدا زي صناعة السفن والترسانة البحرية، ودعم وتمويل السفن، ووضع مشروعات ضخمة جدا برضو متوسطة وصغيرة في هذه المنطقة، تستوعب عدد ضخم جدا جدا من البطالة ومن العمالة اللي موجودة ومن الشباب اللي موجودين، وتعمر جزء كبير جدا جدا من جزء غير منظور إليه في مصر وهو سيناء وما حولها. ده على مستوى يعني على الأقل متوسط المدى البعيد المدى. بعيد مدى، بس يوضع أساسه من النهاردة ونبدأ من النهاردة. احنا بنقول ان احنا لازم نبدأ، والبداية دي ما هياش صعبة زي ما الناس متصورة. احنا قلنا قبل كده ان كثير من المستثمرين سواء مصريين في الخارج او مصريين في الداخل او غير مصريين او استثمار اجنبي منتظر اللحظة دي، منتظر الاستتباب والاستقرار السياسي في مصر، منتظر حكومة قوية فنية على درجة عالية جدا جدا من الفنية تبدأ بوضع الاساس اللي يبدا عليه الاستثمار ده، وده موجود. عايز اقول لحضرتك، ويمكن ده يكون مرتبط بجزء من نشاط حضرتك الاقتصادي. في خبر مشهور في المصري اليوم، اللي هو محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الاعمال العام، بيقول انه الغزل والنسيج قنبله موقوته امام الحكومه الجديده، وانه حكومات ما بعد ثوره يناير اهملت هذا القطاع واعاده الهيكله توقفت. ودي قاعده صناعيه كبيره. صحيح. ده ايه اللي ممكن دي من ضمن الحقيقه ازاي ممكن توفر حلول على الاقل لغايه ما نوصل للحلول السريعه الطويله الامد اللي حضرتك بتتكلم عليها دي؟ احنا محتاجين اسعافات. الحقيقه انا رايي ان الحلول
لمثل المعضلات الضخمه في الاقتصاد دي مش هتتحل بحكومه لوحديها. الاقتصاد يتحل والحلول تتحل بثلاث اضلاع: بالقطاع الخاص وبالحكومه وبالقطاع المدني. انا شايف ان قطاع النسيج او قطاع الغزل والنسيج محتاج الحقيقه تضافر كل الجهود والخبرات اللي موجوده في مصر. وهي الرقم اللي بيقولوا عليه 32 شركه و63 الف عامل. اكتر من 63 الف عامل. هو قطاع كان يعني بيستوعب، ده وفقا للرقم اللي كان بيستوعب عدد ضخم جدا جدا من العماله في مصر، وكنا رواد فيه. حضرتك كنت بتذكر من شويه القلاع الصناعيه اللي كانت موجوده، كفر الدوار والمحله وما الى ذلك. اعاده صناعه الغزل والنسيج لعهدها مش صعب. احنا الان في شركات اجنبيه جت مصر وفتحت مصانع غزل في برج العرب وفي اماكن كتير، وبتاخد القطن المصري وبتصنعه وتصدره للخارج. احنا الموضوع ما هوش معضله، الحل باستمرار ما دام في اراده قويه. الحل مش صعب ولا حاجه، ما فيش مشكله فيه اذا تشارك اهل الخبره والراي في الموضوع. انا عارف ان في مصر اعلى الخبرات الموجوده في العالم في هذا المجال موجوده جوه مصر. مش شايف ان المشكله يعني ممكن تاخد. بس حاجه زي دي بتتحل ازاي؟ تتحل بعودتها للقطاع العام، تتحل بانه يبقى في شراكه ما بين الدوله وما بين الحكومه وما بين المشاريع القوميه الكبيره اللي زي دي لازم يبقى في للقطاع الخاص فيها دور اساسي، والقطاع الحكومي كمان ليه دور. يعني القطاعين لازم يتشاركوا في هذه، بالذات في المشاريع القوميه كلها في مصر. لازم ننظر للموضوع بجزء بشكل مشترك. القطاع الخاص ليه دور كبير في الموضوع، عنده خبراته، عنده امكانياته، عنده طاقه ضخمه جدا جدا، واصلات و يعني رؤيه واضحه جدا في الموضوع. والقطاع الحكومي في المشاريع الكبيره له اهميه. كأحد الناس اللي بيشتغلوا بشكل اساسي في النشاط الاقتصادي المصري، اكيد حضرتك بتنظر لاعلانات او لتصريحات بشكل مختلف عني كبني ادم عادي يعني. احنا في ال 48 ساعه اللي فاتوا في المرحله اللي هي من بعد اعلان نتيجه الانتخابات لغايه النهارده كان في تصريحات منسوبه للحكومه عن اعتمادات تم فتحها بالفعل، يعني انه الحكومه في اللحظات الاخيره بتقوم بانها بتخلص ورق. ففي اعتمادات راحت مره ثانيه لمشروع توشكا، في اعتمادات راحت لمشروعات طويله الاجل. شايف حضرتك ان ده هيتغير، ولا دي فلوس هيعاد توجيهها بقى لمشروع زي مشروع القناه وخلافه؟ لازم طبعا يبقى في اعاده توجيه واعاده دراسه لكل القرارات اللي تمت قبل كده. احنا كنا بنستغرب في الفتره الانتقاليه البسيطه ان بعض القرارات كانت بتؤخذ قرارات طويله المدى. يعني كنا بننظر للموضوع برضو بريبه. ازاي انا في حكومه انتقاليه في حاجات اساسيه ما نظرتش ليها؟ بعض قيادات الحريه والعداله سميتها الارض المحروقه. ماشي، يعني انا الحقيقه ما بحبش التعبيرات الشديده انما انا شايف ان كان في اولويات كثيره جدا جدا لم تنظر الى الحكومه او نظرت اليها بشكل مش كامل. زي ايه؟ يعني مشكله السولار اللي كانت باستمرار بتتواجد، مشكله البنزين اللي كانت باستمرار بتتواجد، مشكله الخبز والعيش اللي كانت باستمرار بتتواجد، دي كانت اولى بحكومه في الفتره دي ان هي تنظر. بس الحقيقه برضو عشان نقول لينا ولا علينا، العيش بالذات والخبز بالذات واتحلت بطريقه منهجيه محترمه. ليكن انما انا شايف ان برضو ان كان في بعض القرارات كانت بتؤخذ يعني واهملت قرارات ثانيه كانت ليها درجه اعلى من الاولويه على الاقل. هل تتصور حضرتك ان الحكومه اللي جايه، اللي احنا لغايه دلوقتي مش عارفين يعني مين هيعمل ايه، لكن الحكومه اللي جايه دي هتغير تخصيص الفلوس او تعيد النظر في المخصصات؟ يعني اكيد قرارات الحكومه اللي جايه هتبقى يعني مختلفه. انا اظن ان يعني الشيء النمطي اللي كان موجود ده لازم هيتغير. حتى شكل الحكومه اتصور ان في حاجات كتير جدا هتحصل فيها تغيير، اتصور كده. واتصور ان اي حكومه بتيجي لازم تيجي بجديد، لازم تحط اطر جديده، لازم تفكر بشكل مختلف. يعني التحديات كبيره ومحتاجه قرارات على قد التحديات دي. ايه اول قرار الواحد يبقى قادر يتوقعه خلال الاسبوعين الجاية على المستوى الاقتصادي؟ لا مش بتكلم على دايره اتخاذ القرار، بتكلم على دايره انه انا بسال حضرتك مش كرجل لك في القرار ده مفهوم. لا انا عشان اقول لك ايه القرار يعني من يعني شايف الاولويه ايه اللي المصريين المفروض انهم يسمعوه خلال اسبوعين مثلا في تقديرك؟ يعني السيد الرئيس قال ان في 5 قضايا رئيسيه لازم الناس تشعر بتغيير فيهم، وخصوصا ان هم يعني ليهم اولويه. وقال ان المرور والنظافه والخبز والامن
ايوه. يعني الواحد سمع موضوع جايكا ده، موضوع الوفد الياباني. جايكا دي مؤسسة استشارية حكومية يابانية بتقدم باستمرار دعمها الاستشاري للحكومات. أيوة. في المشاريع القومية. فإذا كنا بنفكر في أي مشروع قومي، منخفض القطارة، محور قناة السويس، هم بيقدموا دعم استشاري. بس هم مش قدموا. جايكا دي اسمها اتكرر كتير على مدى بالتالي 10 15 سنة. وللأسف تجربة جايكا في مصر تجربة مريرة. تجربة جايكا في مصر قدمت استشارات فعلا قبل كده في محور قناة السويس واتخذت منها، والاستشارات دي بتتكلف تكاليف جامدة جدا جدا. أيوة. واتخذت منها واتحطت في الأدراج ولم ينفذ منها أي شيء. طب ولما قعدوا المرة دي وقدموا استشارات للمرور، يعني هم برضه تصور هيك انه يعني لعل الحكومه اللي جايه ما تحطش الملفات الضروريه في الادراج. انما تجربه جايكا مع مصر السابقه حسب معلوماتي كانت تجربه مش يعني مش جيده. لو تبادلنا المواقع دلوقتي وطلبت من حضرتك انك كمواطن تبقى قاعد غير الاربع او خمس ملفات الاساسيه اللي اتكلم عنهم الرئيس، ايه اللي حضرتك شايف انك تحكم بيه على اداء الخمس او الست اسابيع اللي جايين؟ لانه احنا اذا كنا بنتكلم عن 100 يوم، فال100 يوم يبداوا بكره بقوا 99. والله انا لو تبادلنا، حضرتك تحكم ازاي على الاداء؟ احكم على الاداء في الفتره اللي جايه في التشكيل والوظائف الأساسية واختيار الأفراد. هل حسب كفاءتهم أدائهم؟ ده حكم هيكون مهم جدا يعني جداً. ده عنوان الجواب إذا جاز التعبير. بالظبط كده. الاختيار الأفراد اللي هيكلفوا ده طبعا مهم بالنسبة لي. الخطط اللي هتوضع ومدى وضوحها ومدى تطابقها مع الواقع دي يعني هتفرق معايا. اتصور ان المرحله اللي جايه دي مرحله وضع مستهدفات محدده. يعني ايه يا فندم؟ برامج محدده. يعني اقصد برامج محدده لكل شيء. المفروض ان احنا عندنا برنامج وهيبدا يتنفذ. لا، برامج مع وقت. احنا عندنا برنامج طويل. وضع برنامج الاول، اختيار الافراد وتكليفهم، وكل واحد يضع برنامج مستهدف. انا هحقق الموضوع الفلاني في فتره قد ايه، حاسبوني على كذا. الكلام ده يرضي واحد زيي بحب اتعامل بالارقام، بحب يعني اقيم الاداء. ده اللي انا اقدر احكم بيه على اي اداره جايه جديده. وتقدر تقول انه ال100 يوم دول هيبقوا متقسمين دفعات، متقسمين مراحل، ولا احنا هنتكلم بعد ال100 يوم ما يخلصوا؟ ما هو دي حلاوه الانتخاب ومرارتها. ايوه طبعا. دلوقتي طبعا الاداره دي اداره انا عايز الحقيقه قبل ما اقول نتحاسب اقول ازاي الشعب المصري هيمد ايديه بكل طوائفه وبكل امكانياته في ان هو يساعد على تحقيق الاهداف اللي اتحطت لل100 يوم دول. ال100 يوم ما فيش رئيس هيشتغل لوحديه وما فيش حكومه هتشتغل لوحديها. انا اتصور ان المستحيل ممكن يتحقق لما الناس تحط ايديها في ايدين بعضيها. لا شك ان الناس لما تشعر ان هي مشاركه، لما تشعر بكيانها، لما تشعر بان هي رجعت لها بلدها هتشارك. اتصور كده. انا يعني تفاؤلي اصلا نابع من ده، نابع من الناس هيختلف ادائها. كل واحد في مكانه هيختلف اداؤه. قبل ما انا اقعد افكر وانا في مكاني انا هحاسب المسؤول ازاي، احاسب نفسي انا عملت ايه معاه، حتى ولو بالكلمه، حتى لو بالاداء، حتى لو اذا كان عندي امكانيه ان انا اشارك في اي محل، حتى لو بكلامي مع اولادي. كل ما ساعدنا كل ما توقعنا نتائج جيده. لان بس حضرتك شايف انه اول حاجه الواحد العادي يحكم بيها هو لما يشوف الاسماء والمهمات اللي مرتبطه بيها. طبعا لان ده هيديني دافع يعني انه انا ابدا احكم على بدايه الحكايه من الوزير اللي هيبقى مسؤول او الاسم. حضرتك بتعلق لنا كده اهميه كبيره قوي على مساله الوزاره اللي احنا مستنيينها. ان شاء الله تكون وزاره جيده ويعني تكون قدر المسؤوليه. بس انا عايز اقول ان كل واحد فينا مسؤول. كل واحد فينا مسؤول. لان المسؤوليه دي مش حاجه يعني النتائج اللي احنا متوقعينها لبلدنا كبيره جدا جدا. عشان تتحقق لازم كل واحد فينا يحس بمدى مسؤوليته. احنا فعلا محتاجين
كل واحد فينا زي ما قلنا قبل كده. حسن مالك الشخص يحب يمر بتجربة التكليف الوزاري أو السياسي؟ لا، ما أحبش. أنا بقول مش ما أحبش لأن أنا مش عايز أتحمل مسؤولية. أنا بقول إن كل واحد فينا في مكانه ممكن يبقى زي المسؤول وأكتر. وأنا قلت من شوية إن قطاعات البناء مش بس الحكومة، في تخصصنا احنا القطاع الخاص جزء من ضلع من 3 أضلع مهمة في البناء. القطاع المدني بكل تفصيلاته جزء رئيسي. في أي دولة بتنمو القطاعات دي بتعمل مع بعضها. فكلنا مسؤولين، كلنا من مواقعنا مسؤولة. وأنا يعني مش عايز أقول أنا، إنما كتير جدا جدا من رجال الأعمال الشرفاء في مصر يحبوا ان هم يكونوا مساعدين. الشعب المصري كله، مش رجال الاعمال بس، الشعب المصري كله اذا هيئت له الفرصه فتاكد ان هو هيكون مسؤول، تاكد هيكون فعلا عامل بناء بشكل كبير جدا جدا. اتصور ان الدور الرئيسي للحكومه اللي جايه وللنظام اللي جاي كله ان هو يحقق للشعب إمكانية، يمكن الشعب من أداء دوره. هل احنا لازم نعرف يعني جزء من الخبر أو الخبر احنا الحكومة دي ننتظرها قبل نهاية الأسبوع؟ اللي بدأ النهاردة؟ أنا الحقيقة ما أعرفش. أنت بتسألني يعني بصفتي إيه يعني؟ لا بقى حرية وعدالة. لا، أنا في حرية والعدالة، والحرية والعدالة كبيرة قوي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد حسن مالك على وجود حضرتك معنا يا فندم. شكرا جزيلا. عفوا. البعض يرى انه الصورة اللي ورانا في برنامج تلفزيوني قد تدخل في اطار تمجيد او مجاملة، ولكنها تدخل في اطار محاسبة ومتابعة. مستمرين مع حضراتكم في الحال اليوم بعد الفاصل.